السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص يا جماعة هاني ناقص 48 ساعة ولقاء القمة، قمة شمال أفريقيا، الأهلي والترجي زعيم أفريقيا المارد الأحمر. النادي الأهلي يقابل الترجي التونسي في ملعب رادس، الملعب اللي الأهلي ليه معاه وحكايات وروايات يا جماعة من أيام أبو تريكة، من أيام عماد متعب، مش هننسى. وأقول رسالة لجمهور الترجي: سامع ركبك بتخبط، مرعوب مهزوز متلخبط. سامع ركبك بتخبط، مرعوب مهزوز متلخبط. امبارح على جميع القنوات التونسيه في حاجه غريبه، في حاجه غريبه. انتوا جايين تنيمونا؟ انتوا بتنيمونا يا جماعه ولا ايه؟ امبارح على القنوات التونسيه الرياضيه بيقول لك ايه يا جماعه؟ بيقول لك احنا حاسين ان الاهلي هيعمل نتيجه كبيره، احنا حاسين ان الاهلي هيكسب 3-4. اول مره يقولوا كده، اول مره على قناه تونسيه يطلعوا يقولوا كده. اوعى تنيمونا، اوعى تنيمونا. ده فرقه الاهلي دي يا جماعه مشيت على الرمال المتحركه وربنا نجاها. فرقه مشيت على الرمال المتحركه عشان هم ابطال ورجاله، والاهلي من زمان ما بيهموش المكان، ما بيهموش المكان ولا الميعاد. طبعا فرقه الترجي التونسي كلنا عارفين اللي اخر لقاء ليها في الدوري يا جماعه اتغلبت 1-0 من الصفاقس التونسي. الصفاقس قدر يكسب الفريق الاول في تونس. ومين بقى اللي ماسك الصفاقس؟ من حسن حظنا الكابتن حسام البدري هو اللي قدر يكسب الترجي. فطبعا الترجي جاي من هزيمه وعايز يفرح جمهوره، بس على مين يا ترجي؟ انت هتقابل مين؟ ده مارد افريقيا، مفيش حد بيعلم عليك في افريقيا غير الاهلي. اوعى تفتكر الاهلي زي الزمالك، الاهلي حاجه والزمالك حاجه. الاهلي ده معلم على افريقيا كلها، وانتوا عارفين ومجربين وضايقين في رادس قبل القاهره. فانتوا كده تنزلوا انتوا قاعدين تتكلموا اللي المباراه بدون جمهور، ولو كان الجمهور حاضر احنا كنا ولا كنت هتقدروا تعملوا حاجه. ده الاهلي يا ابني، ده الاهلي اللي مشايب افريقيا كلها، اللي لعب افريقيا كلها. اوعى تنسى نفسك يا ترجي، اوعى تنسى نفسك يا ترجي. تيجي عند الاهلي وتقف، تيجي عند الاهلي وتقف تعمل ستوب، لان الاهلي فريق كبير ما بيهموش المكان ولا الميعاد. طبعا الاهلي جاهز وراح بقوته الضربه وجاي من بطوله، جاي واقف على حيله. لعيبه الاهلي واقفه على حيلها، لعيبه رجاله، ومجلس الاداره لسه صارف للنادي الاهلي المكافآت بتاعه الفوز بتاع الكاس السوبر اللي هم كسبوه في الامارات، اللي هم كسبوه قدام بيراميدز بعد هروب نادي الزمالك من اللقاء. فطبعا الترجي شايفين كل الاحداث اللي حواليهم دول، عارفين الاهلي بدل جه من بعيد من افريقيا هيلطش اي حد. وهم شافوا الرجاء اللي كان اول مجموعته وعمل نتائج مبهره، اول لما قابل الاهلي عمل ايه؟ الاهلي اداله على عينيه. فالترجي ان شاء الله يكون البوابه اللي بعد مين؟ اللي بعد الرجاء، اللي بعد الرجاء. وانا قلت قبل كده اللي الاهلي ما بيدورش على الرجاء، ما بيدورش على الترجي. الاهلي يا جماعه بيدور على سان داونز، سان داونز اللي هيلعب بكره مع الوداد المغربي، مع الوداد يا جماعه. ان شاء الله احنا كمصريين نتمنى الوداد يكسب، بس احنا لينا طار مع مين؟ مع سان داونز يا جماعه. والاهلي ما بيسيبش طاره. كل افريقيا قالت لك الاهلي خرج من افريقيا خلاص، قالت لك الاهلي خرج من افريقيا وظبطها الهلال السوداني مع سان داونز. بس اراده ربنا يا جماعه، اراده ربنا فوق كل شيء. الاهلي عاد من بعيد، وهي دي مثل البطل. البطل لما بيقع، لما بيقول بياكل الاخضر واليابس، لما بيقوم بياكل الاخضر واليابس. هو ده فعلا الاهلي. الاهلي الفريق الكبير، الاهلي الفريق العظيم، الاهلي الفريق البطل. هو ده مثل البطل يا جماعه. طبعا افريقيا كلها كانت فرحانه، وسان داونز والترجي والرجاء، والاهلي خرج، والاهلي يخرج في ام درمان، والاهلي اتغلب من سان داونز 5 واتغلب من الهلال، وخلاص قصه الاهلي انتهت. لكن ربنا فوق اراده اي شيء. الاهلي جالهم من بعيد بياكلهم واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني. الترجي مرعوب يا جماعه، الترجي قلبه بيعمل كده. سامع ركبك بتخبط، مرعوب مهزوز متلخبط. سامع ركبك بيتخبط، مرعوب مهزوز متلخبط. هو ده اللي حاسينه لعيبه الترجي وجمهور الترجي. وخلي بالك ده اللعيبه مرعوبه، ده الجمهور ميؤوس منه. بدل طلعوا على القنوات بتاعتهم في تونس وقالوا للاهلي هيجي يكسبنا هنا، يبقى الاهلي هيكسبكم هنا. اوعوا تفتكروا ان الاهلي حد بيقدر ينهيمه. انتوا عارفين ان الاهلي هيغلبكم هناك وهيغلبكم هنا، في تونس وفي رادس في عقر داركم، وهيغلبكم هنا في القاهره. اللهم انا انذرتكم اهو وانا حذرتكم. عايزين بقى كده تنزلوا بشويش وفكوكوا من شغل اول ربع ساعه وضرب لعيبه الاهلي. ما تعملوش زي بيراميدز. بيراميدز كان غشيم،
كان بيلعب الاهلي الماتش كله ضرب، ورغم كده الاهلي اداله على عينيه، ورغم كده الاهلي اداله على عينيه. فبقول لعيبه الترجي بالراحه، عشان الاهلي باذن الله عنده نهائي افريقيا، وعايزين اللعيبه تطلع سليمه من المباراه. انتوا جمهور الترجي استمتعوا، انتوا بيلعب عندكم يا جماعه كبير افريقيا، كبير افريقيا بيلعب في ارضكم، اقعدوا استمتعوا، شوفوا الاهداف اللي الاهلي هيحطها في الترجي. وفي الاخر لو انتوا عندكم روح رياضيه وعندكم جمهور فعلا بيحب كره القدم، عايزكم بعد المباراه تسقفوا للاهلي، لان الاهلي فريق كبير، وجه من بعد ما وقع جه من بعيد عشان ياخد افريقيا. وهياخدها من مين؟ هياخدها من سان داونز. سان داونز اللي رعب افريقيا، اللي غلب الاهلي 5، اللي سان داونز يتمنى الاهلي يخرج. سان داونز مرعوب اللي هو يقابل الاهلي في النهائي، خايف واحتمال يخرج نفسه. سان داونز غشيم يا جماعه، سان داونز احتمال يخرج نفسه، احتمال يسيب الوداد يكسبه في جنوب افريقيا وفي المغرب عشان ما يقابلش الاهلي، عشان ما يقابلش الاهلي، لان الاهلي ما بيرحمش ومش هيرحمك يا سان داونز. الاهلي سايب افريقيا بيدور عليك في كل شارع، في كل حاره في افريقيا، عايزك انت يا سان داونز. الاهلي ما بيسيبش حقه، وانت غشيم غشيم، عملت مع الاهلي الغلط، بس خلي بالك الغلط اللي انت عملته في دوري المجموعات مع الاهلي مش هيتحسب لك شيء. اما الاهلي يقابلك في النهائي وياخد البطوله منك يا سان داونز، ال5 اللي انت غلبت بيها الاهلي دي ولا هتذكر في التاريخ، لان اللي بيذكر في التاريخ البطل، البطل اللي هو خد البطوله بالفعل، مش اللي غلبني في دوري المجموعات، لا اللي خد البطوله بالفعل. ان شاء الله كلنا دعم للنادي الاهلي بكره، وكلنا بنقول للاهلي افريقيا يا اهلي زي ما عودتنا وزي ما فرحت الجمهور المصري. وجمهور الاهلي فعلا جمهور عظيم، جمهور وافي ورا الاهلي في كل مكان، هو اللي بيخلي لعيبه الاهلي تاكل النجيله. وهنا يا جماعه في انتظار لقاء العوده في القاهره باذن الله الاسبوع الجاي، 50,000 متفرج. شركه تذكرتي بيقول لك احنا ما بنلحقش، اول ما بننزل التذاكر على الموقع في دقيقه ال 50,000 بيتقطعوا في دقيقه. ايه ده يا جماعه؟ هي تذاكر مترو يا جماعه؟ ايه تذاكر مترو؟ ايه يا جمهور الاهلي ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ فعلا اعظم جمهور في الكون، اعظم جمهور في الكون جمهور الاهلي، عشان جمهور بطل بيخلي اللعيبه تاكل الملعب. منتظرين جمهور الاهلي في لقاء العوده هنا، وان شاء الله كلنا نفرح يوم الجمعه في تونس في رادس زي ما الاهلي عودنا، زي ما لعيبه الاهلي بتطلع رجاله في كل مكان، سواء الامارات ولا المغرب ولا تونس هيفرحونا. ان شاء الله النادي الاهلي هيفرحنا يا جماعه زي ما عودنا باذن الله. كلنا داعم للنادي الاهلي، مصر كلها ورا الاهلي، عشان ده الفريق الوحيد اللي بيشرف مصر. الاهلي فعلا يا جماعه انا بطلق عليه هو سمعه مصر، سمعه مصر بره وسمعه افريقيا للعالم كله. فعلا النادي الاهلي كبير افريقيا وكبير مصر، وان شاء الله الاهلي يفرحنا. وكلمه واحده هنختم بيها الفيديو، هنقول ايه كلنا؟ افريقيا يا اهلي.